السلام عليكم، نتمنى تكونوا صحة جيدة. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم رافايلو أو كيكة رافايلو، واللي كيعجبو الكوك أكيد عجبوها الكيكة هادي. كتجي خفيفة بزاف، المزج ما بين كريمة واللوز وجوز الهند شي حاجة روعة. ما نطولش عليكم بزاف، يلا نبداو بتحضير الوصفة. عندي 6 البيض البيض ورشة الملح وكيس الفاني. ضروري نطرب البيض بالخلاط الكهربائي لاني غنحضر جينواز ماشي كيك عادي. كما كتشاهدوا ضعف حجم البيض. دابا نبقى نزيد السكر شويه بشويه تدريجيا وانا كنطرب. في هذه المرحله هذه ضروري خصنا شويه الخاطر باش الكيك ديالنا او الجينواز ديالنا تجينا مهويه مزيان، تجينا خفيفه وشيشه. هاد الصفار هذا اللي عندي هنا هو اللي حيدته من البياض، حتى هو نزيدو مع البياض ونخلط الكل مع بعض. واكيد غنخلي لكم المقادير المضبوطه في صندوق الوصف. يمكن يكون شي حد ما كيعرفش شنو هو صندوق الوصف. صندوق الوصف هو ملي كتقرا العنوان كتجبر تما المزيد، صافي كتضغط عليها وكيتفتحوا لك المقادير. ملي كنعمل واحد الخط فوق الخليط ديالي وما كيدوبش بسرعه يعني الخليط جاهز. ودابا غنزيد الدقيق وضروري يكون منخول ونزيدو شويه بشويه. ملي نضيف الدقيق غنحاول نخلط شويه بشويه باش نحافظ على هذاك الهواء اللي في البيض. عندي هنا اللوز مطحون ضروري نغربلو او نخلوه حتى هو باش ما يكونش عندي كويرات في الخليط. ونزيد الكميه الكوك اللي عندي ونبقى نحرك شويه بشويه حتى ينسجم الخليط. ضروري تحركوا من اسفل للاعلى باش تاكدوا بان ما عندكمش كويرات في العجين. صافي هذا هو قوام الكيك، كما كتشوفوا كيجي مهوي مزيان. هذاك الهواء هو اللي يخلي الجينواز تجي خفيفه وما تجيش مطاطه او الاستيك. صافي نخوي الخليط الكيك ديالي في القالب وندخلو للفرن يكون مسخن مسبقا. ومن بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفرن نوضع على الشبكه ونخليها تبرد تماما. وهنا عندي الشوكولاته البيضاء مع الكريمه ونعملها فوق حمام مائي ونبقى نحرك فيها حتى تذوب. ونستمر في التحريك لان الشوكولاته البيضاء ما كتحملش الحراره وتقدر تحرق لنا. صافي من بعد ما الشوكولاته ديالي ذابت نوضعها جانبا تبرد. وهنا عندي نصف لتر من الكريمه، ضروري تكون بارده مزيان باش تخفق لنا بسرعه. ومن بعد ما بردت الشوكولاته البيضاء ضفت لها الجبن وخلطتهم مع بعض. دابا غنضيفهم على الكريمه. صافي ونكمل في تطراب الخليط ديالي حتى ينسجم المكونات. في هذه المرحله نزيد 40 غرام من الكوك. صافي نستمر في الخلط الكريمه ديالي ولكن ما نبالغش في الخلط، نقدر الكريمه توصل لنا.
صافي هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا. تجي ثقيله لان فيها الجبن وفيها الكوك او جوز الهند. ومن بعد ما بردت لي الجنواز ديالي غنحاول نقطع على 4 قطع. هاد الجينوس كتجي هشيشه بزاف لان فيها اللوز وفيها جوز الهند، كتهرس بسهوله. صافي من بعد ما ساليت الكيكه ديالي متقطع ندوز للمونتاج. عندي هنا الحليب اللي شربت به الكيك. ضروري تشربوا الكيك ديالكم مزيان لانه ناشف، باش ما يجيكمش ناشف بزاف ضروري تشربوه مزيان. صافي وهنا نوضع كميه من الكريمه ونوزعها على الكيك ديالي شويه بشويه لان كما قلت لكم الكيكه هشيشه بزاف. وهنا نزيد الطبقه الثانيه من الكيك ونشربها بالحليب حتى هي ضروري نشربها مزيان باش ما تجيناش ناشفه. ما بيكون طبقه وطبقه نشرب الكيك ديالي مزيان ونوضع كميه من الكريمه ونحاول نوزعها على كل جوانب الكيك. صافي هنا ساليت الكيكه ديالي نحاول نقادها مزيان ومن بعد نوزع عليها الكوك من الجوانب ومن الاعلى وندخلها للثلاجه تبرد. يمكن تخليها حتى 5 ساعات، انا خليتها ليله كامله. صافي من بعد ما بردت الكيكه ديالي نزينها. التزيين كيبقى اختيار على كل ذوق كل واحد. انا زينت هنا بشويه الكريمه اللي احتفظت بها وزينت حتى بالتوت الاحمر لانه متناسق مع اللون الابيض وقليل من اللوز. صراحه كتجي هشيشه بزاف ولذيذه، المذاق ديالها ما تشبعوش منه. اكيد اذا جربتوها غتعجبكم، واذا جربتوها قولوا لي رايكم فيها. بلا من مدح لكم صراحه هي كيكه كتدار على راسها لا شكلا ولا مذاقا. المذاق ديالها روعه. اكيد اذا جربتوها تعجبكم، خصوصا اذا كنتم محبين للكوك اكيد تعجبكم. والصحه والراحه اللي يجربوا الوصفه. بارطاجيو الوصفه مع اللي عزيز عليكم وما تنسونيش من الاشتراك في القناه واللايك كي يصلكم كل جديد.